السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده أقول لكم على تردد قنوات الرياضة. يعني كذا كذا قناة. قناة الأهلي وقناة الزمالك وقناة اون تايم ونايل سبورت واون تايم 2 و3، وكمان قناة الكأس وقناة سبورت، وكمان قناة دبي سبورت والسعودية سبورت، وقناة كمان أبو ظبي. يعني كل القنوات اللي عندي، وقناة ليبيا سبورت والأردن، وقناة الشارقة وقناة عمان وقناة فلسطين وقناة الكويت. كل القنوات دي انا اقول لكم على التردد بتاعها، واقول لكم ازاي تنزلوها، طريقة تنزيل القناة. وكمان لو عايزين يعني هقول لكم في اخر الفيديو بتنزلوا القناة ازاي. وكمان لو عايزين ترتيب القنوات ديت، انا عملت فيديو بترتيب القنوات، هحطه لكم في صندوق الوصف، وهحطه لكم كمان في اخر الفيديو. ادخلوا على قائمة التشغيل لو عايزين تعرفوا طريقة تنزيل القنوات او ترتيب قناة، او كمان تغيروا لغة الريسيفر. كل ده موجود عندي في قائمة التشغيل، هحطها لكم في صندوق الوصف وكمان في اخر الفيديو. ودلوقتي هقول لكم على تردد القنوات قناة قناة. لو اول مرة تشوف قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنسينيش في لايك للفيديو. واول قناة هي قناة الاهلي. التردد بتاعها 11 7 4 7 2 7 5 0 0 في. طبعا انا عملت فيديو عرفتكم فيه ازاي تنزلوا تردد اي قناة لو عندكم في او اتش، يا ريت تشوفوه. وانا هقول لكم دلوقتي في ده يعني رأسي، واتش يعني افقي او عمودي. دلوقتي ده تردد القناة، ممكن تعملوه سكرين. قناة الاهلي، اوريكم دلوقتي شكل القناة، وده شكل قناة الاهلي اهو. بعد قناة الأهلي قناة الزمالك. دي قناة الزمالك. التردد بتاع قناة الزمالك 1 2 0 9 1 2 7 5 0 0. وفي برضو في رأسي زي ما قلت لكم، وممكن تعملوا التردد برضو سكرين بعد كده تكتبوه، وهقول لكم في آخر الفيديو هتنزلوا التردد ازاي. طبعا الترددات دي موجودة عندي، بس أنا هوريكم الطريقة. وده شكل قناة الزمالك. بعد قناة الزمالك قناة نايل سبورت. التردد بتاعها 1 1 8 4 2 2 7 5 0 0 اتش. طبعا اتش ده افقي او عمودي. ده التردد بتاعها، ممكن ان انتوا تعملوه برضو سكرين. وده شكل القناة اهو، عشان في ناس ما بتكونش عارفة شكل القناة. بعد كده قناة اون تايم. تردد اون تايم 1 1 8 6 1 2 7 5 0 0 في. طبعا برضو هتعملوه سكرين. وده شكل القناة. بعد كده قناة اون تايم 2. التردد بتاعها 1 1 8 6 1 2 7 5 0 0 في. وده شكل القناة. بعد كده قناة اون تايم 3. التردد بتاعها 1 2 3 0 3 2 7 5 0 0 اتش. وده شكل القناة. دي قناة الكأس. التردد بتاعها طبعا الكأس اللي هي 2 و3 مقفولة. التردد 1 1 9 1 9 2 7 5 0 0 اتش. وده شكل القناة.
قناة الكأس 4 2 و 3 مقفولين. الكأس 4 التردد بتاعها 119 27 500 اتش. وده شكل القناة اهو. بعد كده قناة دبي سبورت 1 مقفولة عندي. بعد كده قناة سبورت دبي سبورت 2 هي 1 مقفولة. 11095 27500 في. وده شكل القناة. بعد كده دبي سبورت 3 نفس 2 هي الأولانية مقفولة. قناة السعودية سبورت 121492750 اتش. وده شكل القناة اهو. نشوف القناة اللي بعدها قناة السعودية برضو، عشان في قنوات بتبقى متكررة. دي قناة غيرها. التردد بتاعها 121492750 اتش. دي قناة السعودية سبورت. وده شكل القناة. بعد كده قناة السعودية تاني، بس دي قناة مقفولة. بعد كده قناة سبورت 24 ساعة مقفولة برضو. قناة بعد كده قناة زابي سبورت التردد بتاعها 11411 اتش. دي قناة زابي سبورت. بعد كده هوريكم شكل القناة. ده شكل القناة اهو. بعد كده نشوف القناة اللي بعدها. طبعا دي متكررة مرتين. دي قناة زابي سبورت 2. القناة التردد بتاعها 11 340 اتش. وده شكل القناة. بعد كده قناة العراق سبورت التردد بتاعها 12562. بعد كده 27500 اتش. دي قناة العراق سبورت. القناة فيها اعلانات دلوقتي، فما فيش لوجو معين لل يعني اوريهولكم شكل القناة يعني. بعد كده قناة الكويت سبورت. تردد قناة الكويت سبورت هو 11054 27. طبعا التردد ده غير اللي جنبه ده معدل الترميز 27500. وده طبعا في 27500 في. وده شكل القناة اهو. ده شكل قناة الكويت. بعد كده قناة الكويت بلس، انا اعتقد قناة الكويت 2 11054275 في. اوريكم شكل القناة دلوقتي اهو. هي مكتوب عليها رياضة 2. هي نفس شكل القناة بس مكتوب عليها رياضة 2. بعد كده قناة الأردن القناة الرياضية سبورت التردد بتاعها 12399. معدل الترميز 27500 في. اوريكم شكل القناة اهو. ممكن تعملوا ده سكرين. وده شكل القناة اهو. شكل قناة الرياضة في الأردن.
بعد كده الاردن تاني، على ما اعتقد دي الاردن 2، هي نفس القناه. قناه ليبيا، ليبيا سبورت. التردد بتاعها 11 7 6 5 2 7 5 0 0 اتش. ده معدل الترميز اللي جنبها، اللي هو 2 7 5 0 0 اتش. بعد كده هنشوف القناه اللي بعدها، ليبيا 2. هوريكم شكل القناه، قناه ليبيا الاول اللي انا لسه قايله لكم التردد بتاعها. ده شكل القناه بتاع ليبيا سبورت، بتاعت ليبيا سبورت. بعد كده قناه ليبيا 2، التردد بتاعها 1 2 3 0 3 2 7 5 0 0 اتش. 1 2 3 0 3، معدل الترميز 2 7 5 0 0 اتش. وده شكل القناه اهو. بعد كده شوف القناه اللي بعدها، قناه الشارقه. قناه الشارقه 1 1 0 1 3 2، معدل الترميز 2 7 5 0 0 في. وده شكل القناه. بعد كده قناه عمان، قناه عمان سبورت، التردد بتاعها 1 2 1 3 0 2 7 5 0 0 في. وهوريكم دلوقتي شكل القناه. وده شكل القناه، ده شكل القناه. هنشوف بعد كده القناه اللي بعدها، فلسطين، على ما اعتقد دي اخر واحده. قناه فلسطين سبورت، التردد بتاعها 1 2 6 4 5، معدل الترميز 2 7 5 0 0 اتش. هوريكم شكل القناه دلوقتي. وده شكل القناه اهو. هشوف كده لو في قناه تانية. ودي قناه قطر مباشر. القناه دي بتنقلك الاجواء بتاعه كاس العالم، وبتنقلك الاستاد، بتوريك الاجواء والناس اللي موجوده هناك مباشر 24 ساعه. التردد بتاعها 1 0 8 3 4 2 7 5 0 0 في. وده شكل القناه اهو، مكتوب عليها قطر مباشر. هي 24 ساعه بتنقلك الاجواء بتاعه كاس العالم. هوريكم بقى دلوقتي طريقه تنزيل التردد. اول حاجه بجيب الريموت، بدوس على الزرار ده، زرار المنيو، بيظهر لي الزرار ده، هو ده اللي انا دوست عليه. ده يا رب يكون واضح، انا قلته قبل كده في كذا فيديو. بيظهر لي التركيب والقناه. بدوس على التركيب، بيجي لي ضبط الهواء وقائمه الاقمار الصناعيه. بنزل بالاسهم دي، بنزل بالسهم ده لحد تحت. لو هي اول خيار اللي هي قائمه الترددات بتدوسي عليها، لو هي مش اول خيار عندك هتنزلي تحت بالاسهم دي، السهم ده كده اهو. بعد كده بتدوسي اوكي على قائمه الترددات. دوست اوكي. بعد كده هيجيلي، هيبقى مكتوب تحت اضافه هنا بالاحمر، وهنا تحرير، وهنا شطب. انا عايزه اضيف قناه تردد يعني، فهدوس على اجيب الريموت والزرار الاحمر ده ادوس عليه زي ما هو قدامي اهو احمر هنا. بعد كده بيظهر لي القائمه دي. طبعا التردد انا قلت لكم كذا يعني كذا تردد للقنوات، فانتوا اللي انتوا عايزينه هتختاروه. القناه اللي انتوا عايزين تنزلوها هتختاروها، تكتبوا هنا التردد مثلا، هتكتبي مثلا اي رقم، الرقم مثلا بتاع التردد بتاع القناه، اي قناه مثلا. بعد ما تخلصوا الكتابه هنا بتدوسوا اوكي على اول واحده اهي. طبعا بقول الادخال غير صحيح عشان انا مدخله اي حاجه. بعد كده هتنزلي تحت هنا بالاسهم دي، نزلت تحت. بعد كده تكتبي معدل الترميز، ومعدل الترميز بيبقى ما بيختلفش كتير، اللي هو 2 7 5 0 0. هو بيبقى موحد، بس في قنوات تانية بيبقى متغير زي قنوات دبي كده. المهم معدل الترميز هنا. بعد كده تحت بتنزلي بالسهم برضو، بعد ما تخلصي هنا بتدوسي اوكي
كده. بعد كده بتنزلي بالسهم لتحت. بعد كده بتختاري بقى عمودي او افقي. شوفي عندك في في عمودي واتش افقي، وفي ناس بتبقى عندها رأسي. رأسي يعني في. بعد كده خلاص كده، بعد ما بتكتبي بقى بتدوسي هنا، بتدوسي اوكي هنا كده. وبعد كده بينزل لك التردد اللي انت عملتيه، اللي انت كتبتيه، وهتدوسي اوكي علامة صح علشان يبحث لك عن القناة. وهيبحث لك ازاي؟ عن طريق الزرار الازرق اللي هو بحث. هتدوسي على الزرار الازرق بحث. طبعا انا مش هبحث، لان انا مش هدوس يعني مش هبحث، لان القنوات اصلا موجودة عندي. انا بوريكم بس الطريقة ازاي، ولو عايزين طريقة تنزيل القناة من الاول للاخر، يعني لحد ما نزلت القناة. قناة سي بي سي انا نزلتها، وقناة ام بي سي بولوت هتلاقوها في قائمة التشغيل. امشوا على الخطوات بالظبط. لو عايزين تنزلوا اي قناة، هي نفس الطريقة وهتنزل معاكم. وبكده اكون خلصت الفيديو. يا رب اكون افدتكم في الفيديو، ويكون الفيديو عجبكم. شوفوا قائمة التشغيل لو انتوا عايزين اي حاجة في ترتيب القنوات، او عايزين تعرفوا زراير الريموت دي، ادخلوا على قائمة التشغيل هتلاقوا كل حاجة انا شرحها هناك. يا رب يكون الفيديو عجبكم. مع السلامة.